لسنا منغلقين من الناحية المذهبية. كل ما نريد أن السماحة الفكرية تعم كل الحوزات العلمية سواء في مصر أو في داخل إيران، ونحن لسنا منقطعين. أنا أيضا زرت إيران وعشت هناك قريبا في جنوب شرق آسيا وأعرف الأحوال جيدا، فلا نضع رؤوسنا في الرمال. ربما يقال تلك قضايا تاريخية، لا، إنها ليست تاريخية، إنها قضايا معاصرة، ويخشى نحن إخلاصا للوحدة وإخلاصا للموقف الموحد والكلمة الواحدة نقول يجب إزالة هذه العقبات. حتى حصل إشارة إلى حقوق بعض إخواننا من أهل السنة في داخل إيران كمواطنين، وأكتفي بالإشارة. وأيضا تعرض فضيلة الإمام حتى لأن الأزهر يدرس. ما اتفقنا على هذا، اتفقنا على الوحدة، اتفقنا على الوحدة. إنني أتكلم عن الوحدة وأقول إزالة هذه الأشياء من أجل تأكيد الوحدة. أحسنت. فضيلة الإمام قال نحن لم نقبل ولن نقبل، ليس موقف الأزهر فقط بل موقف الشعب المصري، أنه رفض أي مساس بإيران من أي جهة كان. نحن جميعا على هذا الموقف، ونحن أيضا نقدر موقف إيران فيما يتعلق بالموقف من العدو الصهيوني. نحن جميعا متفقون على ذلك، ولكن ما نتكلم عنه ليس قضايا تاريخية، وإنما هو عقبات حقيقية تحول دون التلاقي الكامل والتوحد الكامل. هذا ما نريد من إخواننا أن يقدروه. فقط أنا أشير إلى أن أخيرا المأساة السورية أو الموقف السوري حصل لمس له، وأيضا قيل بأنه ستكون هناك جهود لحل هذه المشكلة، ولكن على أساس من إرادة الشعوب نفسها. وأكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل عليكم، وإن كانت المباحثات أو المحادثات قد أخذت وقتا طويلا وشوطا طويلا، نرجو أن يصب في صالح الوحدة وفي صالح الشعبين وفي صالح علاقات الأخوة الإسلامية إن شاء الله. أحسنت. شكرا. أحسنت. شكرا حضرات. شكرا. شكرا. لا ما في أسئلة، ما أسئلة الآن. قضية الحزم. خلي هنا، خلي محدش يضحك.